ده واحد يا جدعان قاعد فاضي، متعرفش كان الراجل قايل له اعمل شغل، فهو ايه قالك اما اشوف ايه قوة الازازة عاملة ازاي. واول ازازة معاه تقريبا ازازة ويسكي، تقريبا شكله راجل بايظ يعني. وادي تاني واحدة نشوف برضه قوتها عاملة ازاي. بس والله يا جدعان الواحد برضه اكتشف حاجة مهمة في الفيديو ده، ان في فعلا ازاز جامد. انا جاب ازازة تالتة اهو، ودي اتكسرت من اول مرة. دي هتلاقي المصنع بتاعها تعبان تحت السلم، صاحبها مرضاش يصرف. ده برطمان بقى، مش عارف ايه اللي جوه ده اصلا، ايه المادة اللي جوه دي، ولا ايه شطة دي ولا ايه. الواد جايب مواد الواحد ما يعرفهاش اصلا، بس كلها برطمانات تعبانة بتتكسر من اول مرة. يا جدعان البرطمانات دي ما تثقوش فيها، الازازة دي بقى جامدة على الاخر. الله، يا ريتنا ما اتكلمنا عليها. ودي برضه لا يا عم، ده بيوقعها من حتة عالية اوي. البرطمانات دي يا جدعان كده احنا اتأكدنا انها بايظة. ادي ازازة هي فارت ما اتكسرت. اوعى الزيتون ده ايه ده بقى؟ يا نهار، الازازة دي جامدة، اللي فاتت دي وقعت ده كله ما اتكسرتش. دي تعبان على الله، ودي على الله خالص برضه. كله على الله. طب انا عايز اعرف هو استفاد ايه؟ يعني هو انت يا ابني عمال توقع علينا في الازاز، انت استفدت ايه دلوقتي؟ بس انا متهيألي ان اللي بتعمل بتاع دي واحدة ست بقى، جوزها منكد عليها انت فاهم، وراح جاي ايه عمالة تبوظ له في المطبخ كله. وده اللي يدل ان الستات دماغها تعبانة، يعني ما بالك عمالة تعمل في الشقة كده وترجع تروقها تاني، فضا. والله صاحبي قاعد جنبه اهو، نام من الفيديو ده، نام خالص. مم. الازازة دي مش هتتكسر خالص بقى. ايه متصنعة من ايه دي؟ دي تعبانة. اوعى الزيتون. الازازة تعبانة دي. منك لله، منك لله مفترية، دمرت بيت الراجل. سيبها كل الازاز بتتكسر من تحت. دي ما استحملتش غلط. دي تعبانة، ودي اتعب منها كمان. اوعى الكوكاكولا. خد بالك بقى موضوع الازازة تتكسر بالسرعة دي حسب المادة اللي جواها.